سي عبد السلام، حبينا نسألوك على لا بروميير اسامبلي كونستيتيونت 56 59. كومون elle a été constituée؟ مباشرة بعد الاستقلال وقع تكوين هذه الجمعية، المجلس هذا وقع تأسيسه على أساس سن دستور لتونس، لكن في نفس الوقت هو السلطة التشريعية في البلاد التونسية آنذاك. وعندما بدأت أشغال ما زلنا في إطار نظام ملكي، حيث أن لامين باي كان هو في السلطة، وكان الحبيب بورقيبة رئيس حكومة. الوزير الأكبر كان الوزير الأكبر. فالوزير كوزير أول وقع آنذاك تكوين هذا المجلس بعد انتخابات، انتخابات حسب قائمات متجانسة معناتها، كل قائمة تكون في أغلب الجهات قائمتين، قائمة الحزب الحر الدستوري التونسي والمنظمات الوطنية، خاصة الاتحاد العام التونسي للشغل. عمل قائمات واحدة، عاملين قائمات مع بعضها. وقائمة مستقلة وفيها الحزب الشيوعي من قائمة أخرى. كان ينشط وقت الحزب الشيوعي في تونس، كان عنده متواجد رغم أنه في موقع ضعف جدا. أي ميزان القوى بعكس ما يقال فيما بعد واضح، أي أن القائمة هذه القائمة اللي هي الجبهة الوطنية اللي هي تحالف القوى الوطنية آنذاك لها أغلبية ساحقة. اللي هي قائمة الحزب الحر الدستوري والاتحاد العام التونسي للشغل كان يلعب دور كبير. معناتها كان ثم شبه تحالف بين الدستوريين والنقابة. منذ زمن كان فيه التقاء بين الحزب الحر الدستوري، الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابات بعض نقابات العرب. في الواقع الاتحاد والحزب كان في موقع التحام، خاصة منذ 1955، أي مؤتمر الحزب الذي انعقد في مدينة صفاقس. كان آنذاك التقاء بمعنى أن القيادات النقابية بمختلف حساسيات النقابية التي حضرت هذا المؤتمر في إطار الحزب هذه كانت تساند بورقيبة ضد صالح بن يوسف، على أساس أن بورقيبة كان أقرب، مع التركيز على أن الخيار ليس خيار أشخاص. أي وقع اتفاق القيادات النقابية داخل الحزب تحصلت على قبول الحزب للائحة اقتصادية واجتماعية مستوحاة من برنامج الاتحاد العام التونسي للشغل. والقيادات اللي كانت تتوجه في الحزب آنذاك والقيادات اللي كانت تتوجه في الاتحاد العام التونسي للشغل، يعني التقاط حول نقاط. كانت ذكرنا بعض الأسماء ربما تكون عندها دور حتى في المرحلة هذه، ولا كانت عندها دور في السابق؟ في الحقيقة في 55 أمين عام الاتحاد آنذاك وأحمد بن صالح. بالنسبة للزعامات النقابية الكبيرة، تعرفوا ألا في مؤتمر الاتحاد في 54 اللي صعد أحمد بن صالح إلى الأمانة العامة، القيادي الآخرين المؤسس تاريخ الاتحاد العام للشغل مع حبيب عاشور فرحت عشاد. حبيب عاشور كان مناضل نقابي نقابي ودستوري منذ بدايته، لكن وأن كان قبل كل شيء نقابي حبيب عاشور كان آنذاك لا يمكن له أن يترشح في الاتحاد لأنه كان مبعد، وكان في حكم صادر ضده بعد أحداث 5 أوت 47، وكان محكوم عليه 5 سنين سجن وإبعاد 10 سنوات، ولهذا وضعيته القانونية لا تسمح له بالترشح. القيادي الزعيم الآخر هو أحمد التليلي، ما حضرش هذا مؤتمر الاتحاد في 31 جويلية 54، لكن وقع انتخابه أمين عام مساعد مع أي زعامة نقابية آنذاك هي واضحة. الحبيب عاشور كان هو الذي اقترح على بورقيبة إنعقاد المؤتمر في الصقص المعروفة قلعة الاتحاد، وحبيب عاشور كان الأمين العام كاتب عام الاتحاد الجاوي بالصقص منذ تأسيسه، وبن صالح كان أيضا موافق. وأوقع آنذاك تعيين في الديوان السياسي الحزب زعيمين قياديين نقابيين، هما الزعيم أحمد التليلي وعبد الله فرحات. عبد الله فرحات هذا كان قيادي في الاتحاد في نفس الوقت هو دستوري. كيفاش تفسر الازدواجيه هذه، معناتها يكون انسان نقابي وسياسي في نفس الوقت؟ في الواقع
الالتحام بين الحركة النقابية وجانب من القيادة الدستورية هو وليد التضامن والنضال المشترك ضد الاستعمار الفرنسي. عندما وقع تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد العام التونسي للشغل هو وليد دمج اتحاد النقابات المستقلة للجنوب، اتحاد النقابات المستقلة للشمال، والجامعة العامة للموظفين التونسيين. فهذا الدمج كان في 20 جانفي 46. النقابات المستقلة في أغلبها عناصر كما يقول اسمها مستقلة، هي وليدة خروج عن السي جي تي الفرنسية. سرعان ما تعدد الدستوريين داخل الحركة النقابية، وصار الالتقاء فيما يخص الأهداف. عندما وقع ضرب قيادة الحزب في 52 بداية 52 مع السياسة القمعية لهوتو كلوك المقيم العام، وقع إيقاف أغلب القيادات السياسية. بقيت بعض العناصر النقابية اللي شدت اللي أصبحت هي تقود يكاد يكون بصفة علنية مجمل الحركة الوطنية السياسية والنقابية، والتقاء أيضا في المقاومة المسلحة. هذا الالتقاء في النضال ساعد على دعم الصلة بين الطرفين، مع أن الاتحاد فيه حساسيات وعناصر بقيت مستقلة حتى بعد استقلال البلاد. لكن النضال المشترك مع أن الحزب لم يكن له برنامج اقتصادي واجتماعي واضح. ففي 55 عندما قام الخلاف بين بورقيبة وبنيوس، بنيوس كان معروف اللي هو محامي الملكية العقارية، هو من عائلة ميسورة. الحبيب بورقيبة كان يحظى بإمكانية قبول مطالب الأجراء، فكان اتفاق بين كل حساسيات النقابية على أن بورقيبة فيه أمل أكثر بصالح بن يوسف لهذه المطالب، مع الحرص على إبقاء استقلالية. وبورقيبة كان في موقع ضعف أنا ذاكرة، كان حاجته بالاتحاد، كان الاتحاد هو الذي مكن بورقيبة من الحصول على أغلبية واضحة. البعض لا ننسى أن الاتحاد وليد انقسام داخل السي جي تي في مارس 44، أي عندما أصبحت العناصر الشيوعية تهيمن على النقابات الفرنسية السي جي تي. وخلافي بالشيوعيين هو عنده بعد تاريخي عميق، وجعل ذلك بطبيعة الحال بين الحزب الدستوري والحزب الشيوعي موقف الاتحاد واضح. هنالك عناصر قيادية في الحزب الدستوري موجودة في الاتحاد، لكن العناصر الشيوعية هي خارج الاتحاد حتى أواخر 56. أي حتى انعقاد مؤتمر 56 سبتمبر 56 الاتحاد العام التونسي للشغل، هنالك اتحاد يسمى نقابة أخرى تسمى اليو اس تي تي، الاتحاد النقابي لعمالة القطر التونسي، في القيادات الشيوعية. أي الشيوعيين في الأجراء هم خارج الاتحاد حتى سبتمبر 56. ولهذا من البديهي أن نجد في القيادة عناصر دستورية، عناصر مستقل، والشيوعيين هم الطرف الآخر. فساعد ذلك بطبيعة الحال على خلق تحالف واضح ومتين بين الحزب الحر الدستوري، النقابات الاتحاد العام التونسي للشغل، ونقابات الأعراف الموجودة آنذاك. مع أن التنظيم في النقابات التنظيم المهدي الأهم هو بدون أي تردد وشك الاتحاد العام التونسي للشغل. الاسامبلي كونستيتيونت تكونت دونك بأغلبية دستورية ونقابية. والله مش أغلبية بأي، وبعض عناصر أخرى يعتبر مسكونين نسبيا، لكن موقع عليهم القائمة هذه، لأن طريقة الاختراع هي اختراع حسب القوائم. أي القائمة اللي عندها الأغلبية هي القائمة اللي تحصل على كل المناصب داخل المجلس. فيه
طرق أخرى في بلدان أخرى هي أن النسبية قاعدة نسبية. دونك لافونتاج سي لوموجينيتي نتاع هي لافونتاج اون سيرتين هوموجينيتي، مع العلم ان برغم ما قيل وقع نشر اخيرا اعمال هذا المجلس نشاركوه في المعهد. تنشر من طرف الدراسات البرلمانيه، فما مركز دراسات برلمانيه ينشر كل النقاشات، فيلاحظ ان هنالك فعلا نقاش كان لا باس به. ديجا 3 سنين باش تخرج نتيجه، حتى طول المده يعكس حده النقاش. هنا باش نجيك في النقاش، اسكو لا ناتور دو ريجيم معناتها الدوله الجمهوريه والرئاسيه كان موضوع نقاش؟ لا شك. كي تلاحظ توا فما زاد توا احنا في تونس فما نقاش كبير على علمانيه الدوله. اسكو في عهد زاد الاولاني طرحت هذا النقاش؟ وقع نقاش حول طبيعه الدوله عربيه اسلاميه وتردد، وبورقيبه كان اخر باللايكيه. وقع نقاش ويقع ذلك، كان فما مواقف متباينه ظاهره. لكن كي نقراو احنا الدستور 56 الدستور 59 نلاحظوا حتى في التقديم الاولاني تاكيد على الهويه. يعني بطبيعه الحال كل دستور في العالم يؤكد على طبيعه الدوله، طبيعه البلاد، وكان ذلك نتيجه حوار.